طبعا الفيديو تلقائي عفوي، ما كاين لا سيناريو لا حتى شي حاجه. الفيديو تصور بطريقه عفويه جدا جدا، والناس اللي حنا ولينا في واحد الزمان واحد العصر اللي اي حاجه كيشوفوها بقوه المشاكل والازمات والضغوطات والسيناريوهات اللي كنعيشوها في المجتمع، فاي فيديو كيشوفوه كيقولوا لك بلي هذا انه سيناريو تمثيل. ما بقاوش كيتيقوا شي حاجه، راه كاينه شي حاجه زوينه حقيقيه. من الذي صور الفيديو؟ من ديالي الام ديالو. امير كيقرا في الروض، مشيت نجيبو من المدرسه عادي كباقي الايام، فملي جبتو الحزام ديال السير ديالو تحل، فانا هبطت نسدو ليه عادي، فهو باش يعبر لي على الشكر والامتنان ليا فعطاني داك الورده كهديه. طيب هذه أول مرة دائما حنين علينا كاملين. هذه أول مرة تتلقين هدية من أمير؟ ماشي أول مرة، ولكن أول مرة أتلقى منه وردة، ولكن ديما كيبوسني ويعنقني ويقول لي أنت خالتي عزيزة عليا بزاف. طيب. يعني الحب والحنان بيناتنا دائما. اسمحي لي أن أسأل أمير. مرحبا يا أمير، بتحب الخالة؟ تكلم. يسمعني أمير أم لا يسمعني؟ أنا لا أدري. تنبغيك. قولها لا غوت وقولها لي. تنبغيك. لم أفهم عليه، ترجمي لي. قال لك كنبغيها، بحبها يعني. تحب الخالة. الخالة دائما تساعدك إنه تاخذك على الروضة وتجيبك من الروضة؟ قال لك واش ديما كنديك ونجيبك المدرسة؟ ايه. يا سلام، وحصلت على جواب من أمير قال لي ايه. طيب إذا أردت أن تشتري هدية للخالة، ماذا ستكون هذه الهدية؟ إلا أنت بغيتي تعطيني شي هدية شنو غتعطيني؟ وردة. وردة؟ يعطيني وردة. بس وردة؟ طيب دبدوب، ماذا عن الدبدوب؟ الخالة تحب الدباديب. قال لك ما تعطينيش نونوس؟ عطاني النص وردة. قال لك بعطيها الاثنين، دبدوب ووردة. حصلتي على دبدوب ووردة. طيب بالنسبة لهذا الفيديو، عندما تقرؤون التعليقات كيف تشعرون أن هناك مدح بأمير؟ أصبح أمير مشهورا الآن على تيك توك. 99% من التعليق زوينة بزاف، مشرفة، فيها كلام زوين من جميع أنحاء العالم، سواء الخليج، المغرب العربي، حتى الأجانب. فقليل من التعاليق اللي ما مزياناش، فيها مثلا كتمثلوا سيناريو، فما ماشي مشكل. اي واحد عنده الراي الخاص ديالو، كيف ما شاف هو هذاك الفيديو يقدر يشوفه تمثيل، يقدر يشوفه عادي. وبزاف التعاليق كيكتبوا بلي هادشي راه عادي، حتى حنا ولادنا راه كيديروا، حتى حنا ولدنا كيعطينا ورده. فانا بالنسبه لي الفيديو عادي، ما كاينش شي سيناريو ولا شي. طيب ماذا تقولين بالنسبه لمن يقول لك هذه اللحظات العفوية لماذا لا نحتفظ بها لأنفسنا؟ لماذا ننشرها؟ ما السبب بنشرها؟ أول حاجة ماشي أنا اللي نشرت الفيديو، الأم ديالو هي دائما كتنشر فيديوهات هي ولدها في تيك توك، يعني ماشي أول مرة غتنشر شي فيديو ليهم بزوج. فهداك الفيديو نشرته حيت عجبها، نال الإعجاب ديالها والعائلة كاملة نال الإعجاب ديالها، فنشرته بحسن النية. يعني ما توقعناش أنه غينال الإعجاب ديال بزاف ديال الناس ولا غادي يتشهر ولا شي حاجة بحال هكا. كل الشكر لك يا نجوى، وكل الشكر لأمير. شكرا. وعدني أن تجلب لها دبدوبا، قولي له أنه سيأتي لك بدبدوب. هي دبدوب نونوس. نجيبولك في كرتونة ونصبرك. شنو غدير؟ نصبر الكرتونة ونجيبلك. قال لك راح يعمل الدبدوب في بواط بوكس وراح يصبغه ويجيبها لي. شكرا 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 لك يا نجوى، شكرا يا أمير.